ثبت الراجل وعدى وعمل الشمال اهي والشمال اهي الشمال اهي الشمال اهي. يا ولد يا ولد يا صلاح يا ولد يا صلاح. صلاح 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 من صلاح 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 الثاني يا صلاح صلاح يا ولد. صلاح والتصويب والهدف. الهدف الاول ابو صلاح يسجل. ازيكم يا وحوش، رجعنا لكم فيديو جديد. لو شايفين انا لابس ليه كده، شايفين كده، اقول لكم ليه. فكرة الفيديو النهارده عبارة عن محمد صلاح. هتقول لي ازاي؟ كمل الفيديو للاخر. لو تفتكر الكرة إلى بالي محمد صلاح ضربها صلاح وجول فعلا. هل ينتصر ليفربول يا صلاح؟ جول 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 من مدافع فريق ليفربول وحل حلوه لما ممكن جول 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 يا ابو صلاح جول يا ابو صلاح جول يا ابو صلاح جول يا ابو صلاح جول جول. لو تفتكر انا قلت لك ان انا مش بصور حاجة معينة بس. انا بحب اعمل حاجات كتيرة مش حاجة واحدة بس. اعمل تحديات، فلوجات، العاب، مناسبات، رياكتات. مع اني لسه ما عملتش حاجة بس يعني كنت ناوي اعمل حاجات كتير. كل ما فلوم حاجات كتير. انا ليه في الكورة بس للاسف ما فيش حد يساعدني ان انا اعمل محتوى كورة، فبضطر اعمل فيديو لوحدي. كان مصطفى ممكن يساعدني لو ليه في الكورة، بس مش مشكلة ولا يهمك. فهنبدأ الحلقة النهاردة عن محمد صلاح. يا ترى هنقول ايه؟ هنعمل ايه؟ هنشوف لاخر الحلقة. عايز تشوف ايه اللي هيحصل بعدين او هتشوف ايه بعد كده؟ هنعمل فيديوهات كورة، تحديات، مناسبات. تابعني عشان ما يفوتكاش كل جديد ولا القديم. فتعمل لايك، سبسكرايب. متنساش ان انا برضو عملت انمي بدبلج في قناة تانية. عايزك تتابعني عشان تشوف كل ده وتشوف الاخبار. فكرة الفيديو النهاردة ليها علاقة بالكورة. الناس اللي في الكورة تركز معي شوية. جرب ايوه بالظبط كده. هل محمد صلاح هيروح مكان افضل من ليفربول او هيروح مكان اسوأ من ليفربول؟ محدش عارف، بس الصراحة انا فرحان ان هو هيسيب ليفربول. يا ترى هيروح فين؟ محدش عارف. عايزك تعمل لايك، سبسكرايب عشان تشوف محمد صلاح هيروح فين. انت برأيك هيروح فين؟ ايه رايك في اللوكيشن يا ابن عمي الجديد مع لبسها الجديدة كده؟ ايه ابو عكا تعالى كده. تاريخ يا جدعان، تاريخ والله. انا زهقت من المكان ده ولا انتوا ما زهقتوش؟ كاس وميدالية. ايه رايكم نغير المكان؟ بس هنبقى بخل شوية صغيرين. انا حابب بس اغير الاماكن عشان نشوف هنتكلم نقول ايه او هنعمل ايه. يلا بينا على المكان التاني. احلى مسا عليكم. يا صاحبي انتوا ها ما تزقيش عشان بخاف. ايه ده؟ ايه اللي انا لابسه ده؟ ارمي يا عم. منتخب كده باين يا جدعان، باين. صلاح 10. خلينا نكمل موضوعنا يا جدعان. نبين الكاس شوية. ميدالية ورد عليكم. انا بداية جديدة ان انا اتكلم في موضوع او اعمل رياكت، يعتبر شوية رياكت. ممكن تقولوا لي انت ليش معنى فرحان رغم الناس زعلانه كتيره والناس كلها يعتبر مش عارف 3/4، مش هقول لك انت الناس كلها، قولوا لي 3/4 الناس مش كلها يعني، عشان في يمكن شويه زعلانين فرحانين ان صلاح يمشي زيي. بس انا مش فرحان صلاح يمشي ان هو صحت عليه او ما ينفعش يقول في الليفر، لا. عشان صلاح الفترة الأخيرة مش عارف ليه اتضغط عليه من ناحية أرن سلوت اللي هو زعل على إن هو كتب حاجة عشان صلاح ماشي. أنا ما صدقتش الشويتين دول. أنا نزلت فيديو شورت فبتكلم فيه من ناحية أرن سلوت. هنبدأ من أرن سلوت إن هو اللي هو كان فرحان بيه، كان بيجيب إنجازات، خده وكان لعيب زي ما هو من كلوب خده لعيب أسطوري. رغم إن صلاح ما شفتش لعب مع حد قد ما لعب مع كلوب، بس ده مش موضوعنا يعني. اللي بتكلم فيه ان هو ارن سلوت زاط فيها، قال لك ده كبر وبتاع وجداد وبتاع ومش عارف ايه. رغم ان انت متهيألي معظم الماتشات لما بيكون مش لاعب بتخسر الماتش. معظم الماتشات، مش هقول لك كلها، في ماتشات بتكسبها، بس معظم الماتشات صلاح دي دور يا معلم. يا معلم دي دور. المهم، اما على الانجازات اللي هو عملها فهقول لك هو عمل انجازات ويعتبر هتقول لي ليفربول هي اللي شهرته، هقول لك لا.
هو اللي شغال ليفربول. وهتقول لي هو كسب انجازات بس في ليفربول، اقول لك لا برضه، لا في روما وبازل، قصدي بازل وروما وتشيلسي. تشيلسي ما اعترفوش بيه، بس مش مشكله، ده مش موضوع. بس انا هقول لك ايه، ان هو عمل انجازات. وانت عايز تقول لي لو هو راح مكان تاني مش هيعمل انجازات؟ لا مش هيعمل. كنا فاكرين ان كريستيانو مش هيعمل، او معظم الناس فاكره مش هيعمل. كريستيانو كان اقول لك راحت عليه زي ما عمل في اليونايتد كده. قال لك صراحه في اليونايتد مستواه كان تحت، ما اكدبش عليك. انا بحب كريستيانو خلي بالك، والله عاشق ليه، بس محمد صلاح بحبه اكتر يعني. بس الراجل تألق وبيحاول عشان يجيب رقمه اللي هو 1000 جون. مش عارف جابه ولا ما جابوش، ولا لسه بيحاول يجيبه، ان هو قال في مؤتمر او كده يعني. is I want to win more trophies and I want to reach the number that you all know, and I will reach that number for sure if no injuries inshallah. And انه نفسه يحقق وهكذا. يعني ده يثبت لك، بص، طول ما الواحد عنده النية ان هو يعمل اي حاجة مش في الكورة بس، هيعملها في اي مكان، في اي دولة، في اي محافظة. اسمع مني، في اي مكان. بس الفكرة ان واحد يبقى بجد مصدق نفسه. وانا نفسي صلاح يروح، لو هيروح الدوري السعودي مش اقل من النصر. مش هقول لك عشان كريستيانو والله، او الهلال او الاتحاد او الاهلي، مش بقل منهم، بس يعني صلاح ما ينفعش يلعب اقل من كده. لكن لو بتلعب في نوادي تاني، برشلونة، يا سلام. انا كده كتالوني بشجع برشلونة، فصلاح هيجي فيها ايه؟ قلة ادب. او مثلا مستحيل الريال لو راح. انا ما بحبش الريال، وعارف ومتاكد ان هو مش بيحب الريال. لو راح نوادي تاني، بس يا رب يكون نوادي معروفة ومشهورة، مش عشان يلقى اللي هو عشان احنا صلاح ده يتشاف، عشان فرقة مشهورة فهيتشاف، لا، عشان يعرف يوريكم ان هو عنده اللعب ده والمجهود ده، ان هو فيه امكانيات، بس عايز اللي يديله زقة او يديله فرصة. يديله فرصة يا جدعان، مش عشان وصل ل 30 وبقى راحت عليه، لا. في يا جدعان ناس كتيرة كملت للسن 40 وبقت جامدة، منهم ابراهيموفيتش وبوفون. الجماعة دول اساطير يا جدعان، ونتعلم منهم. فمش موضوع. فلو هتتكلم على محمد صلاح، اقول لك يا باشا انا فرحان انه هيسيب الليفر. بص، بعيدا عن اي كلام اتقال له، بس هو راجل عالمي. مهما اي حد قال عليه، انا يا باشا ده ابويا. مش عارف اقول ايه اكتر من كده، بحبه قوي يعني. مهما قال الناس عليه، مش عارف ازاي انت واحد مصري بلدياتك ومصري عمل الانجازات دي، ازاي ما تفتخرش بيه؟ مش هقول لك حبه يا عم، افتخر بيه يا عم. فاهم يعني ايه مصري؟ من قولهم، مش الاهلي والزمالك اللي هم نوادي كبيره، وبيراميدز يا عم، مش هقول لك من الاهلي والزمالك بس. مقاولون بيطلع بره على طول. ده لوحده احتراف يا جدعان. وهو مش قليل ادب مع حد، ولا بيشرب خمور ولا اي حاجه، بالعكس. عايزك تعمل لايك سبسكرايب عشان ايه؟ تزق الدنيا معايا. ولو عايز تعمل حاجات عن الكوره، او عايز تعرف حاجه تاني معينه عن لعيب تاني، لاغيني في الكومنتات، هتلاقيني لاسع جوه فيديو على طول. انا احب الناس اللي ايه، تلاغيني. فانا زهقت من المكان ده شويه، مش عارف. يلا بينا مكان تاني، يلا بينا. ازيكم يا جدعان؟ رحنا مكان لذيذ زي ما انتم شايفين. يا رب بس الكاميرا ما تفصل مننا. المهم، كل اللي عارفينه دلوقتي ان احنا مش عارفين صلاح هيسيب الليفر هيروح فين، بس كل اللي عارفينه انه هيسيب الليفر اخر الموسم. Hello everyone. Unfortunately, the day has come. This is the first part of my farewell. I will be leaving Liverpool at the end of this season. بس ده مش موضوعنا. كلنا في قلبه منكم يا جدعان ان انا نفسي اقابل صلاح، وان شاء الله بمساعده ربنا ومساعدتكم اللايك والسبسكرايب والشير، هو ده اللي هيساعدني يخليني اوصل ان انا اتصور معاه. ونفسي جو اتصور معاه، ان هو لعيبي المفضل. كل ده اللي انا بطلبه منكم، مساعده بس صغيره منكم بس. ما انكرش يا جدعان، مع اعذروني ان انا بصور بالتليفون، قصدي المايك، بعمل بالمايك بالتليفون عشان المايك مش هيجيب هناك، فقلت ايه اصور بالتليفون اعمل بيه صوت. المهم مش موضوعنا. ما انكرش ان انا عشت مع صلاح
لحظات فرحتني ولما كان بيجيب اهداف، وكنت بغيظ بيه الناس اللي تقول لي ده صلاح فيه وفيه وفيه وفيه، اقول له لا يا باشا، ادي عندك وادي اللي انت شايفه الاهداف واللي بيعمله. كنت بزعل قوي لما بيضيع هجمه ولا يضيع جون، كنت متزعل عادي. اصل ده لعيبك المفضل، هجمه زي دي تضيع عادي، كل الناس بتغلط يا جدعان، بس صلاح كده مع انك انت بتحبه، فاللي هو انت ينفعش يغلط البني ادم ده. بس فكنت بزعل جامد يعني. واللحظات برضه يا جدعان اللي كنت بستناها، لحظة وصوله أو لحظة الدوري أبطال أوروبا، أو لحظة الدوري الإنجليزي بالذات، عشان هو في الدوري بيلعب كتير أكتر من دوري أبطال أوروبا. وبرضه وصوله يعني اللحظات اللي كان بيوصل إن هو لحظة البلندور أو جايزة أفضل لاعب في العالم. يعني حرام، اتظلم كتير، هو اتظلم كتير فيها، بس مش عايزين نفتح في القديم. بس أنا الصراحة عشت مع الراجل ده قصص ما تنتهيش. برضه بص يا صلاح، عايز اقول لك على حاجه، يعني أنا بتمنى ان انت تشوف الفيديو يعني. انا مهما رحت، مهما تروح اي مكان او تكون في اي فريق يعني، انا هفضل احبك واشجعك اكتر واكتر من الاول، لان انا بحبك قوي 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 قوي. قوي صعيدي يعني. فبتمنى لك الفترة اللي جاية إن شاء الله، لو تروح نادي أو مش في نادي، بس أتمنى نكمل زي ما أنت، إن ربنا يكرمك. وأتمنى لك أنا كل خير يا صاحبي، أو يا حبيبي يا صلاح، أو أي حاجة. أنا أبو مكة يا حبيبي. بص يا صلاح، بص يا نجم يا دولة يا حبيبي يا عظيم يا فنان. بص يا أبو مكة، خطير يا عالمي يا حبيبي يا نجم العالم. نزل رجلك، حاضر يا باشا. المهم عايز أوجه لك رسالة يا أبو مكة. لو شفت الفيديو أكيد هبقى في كمية ساعات، لو ما شفتش الفيديو كفايه ان انا بشجعك وبحبك يعني. فعايز اوصل لك رساله. بص، انا عارف ان انا بحبك قوي، وعارف ان في ليك جمهور بيحبك برضو، بس بقى انا بحبك اكتر منهم. انت لعيبي المفضل، كنت ماشي بالمسيره بتاعتك، بس الحمد لله يعني. عايز اقول لك ان انت افضل لاعب في العالم، وكل اللي انت عملته واللي لسه هتعمله. اتمنى ان انت تشوف الفيديو. آه بص يا ابن عمي، يا ابن عمي ولا يعرف اللي جابوني. يا ابن عمي. لو انت وصلت للحته دي، ده معناه انت كملت الفيديو الاخر وانت زعيم، وهحبك زي ما بحب محمد صلاح. فحابب بس اشكر كل الناس اللي كانت بتساعدني، وبحاول اشكر طبعا اكتر شكر لعبد الله اللي جه يصور معايا الفيديو ده، وراح معايا الاماكن. ان احنا من الساعه 5:30 للساعه 6 طالعين، لحد دلوقتي الساعه 8:30 داخله على الساعه 9 الصبح، يعني لنا ساعتين و3 ساعات الصبح بدري، وما نمناش لحد دلوقتي. فبشكر كل الناس يعني، وبشكر عبد الله طبعا، وبشكر كل الناس اللي متابعاني لحد دلوقتي، وبشكر الناس اللي بتقول لي ربنا يا ربنا معاك وكمل ومش عارف ايه والحاجات دي. فبشكر كل الناس يعني. فلو عايز حاجة ليها علاقة لاعب تاني، حاجة ليها علاقة بالكورة بس حاجة تاني مختلفة، قول لي وانا على طول والله العظيم هصورها لك. بس انت قول لي وانا معاك. انتظر الفيديوهات اللي جاية، هي اللي هتتكلم مش انا. انتظر مني الفيديوهات اللي جاية. 1 2 3 سلام.